One Media Production. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم انجول. هتكلم النهارده عن قضيه مختلفه شويه. دايما بنقول في انجول بنبص من الزاويه اللي الناس ما بتركزش فيها. هتكلم النهارده على اداء المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي. عايز حضراتكم تركزوا معايا كده ونفتح قلوبنا لبعض زي ما احنا متعودين ونتكلم المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي. هل هي من ضمن الاداء السيء للاداره؟ طيب هل هي اصابها ما اصاب الاداره من قرارات سيئه وتصريحات غير متزنه واداء عشوائي كده في كتير من الاحيان؟ هل ده حصل ولا لا؟ طيب ايه سبل الحل؟ طب نعمل ايه؟ طب هو اصلا اهميه المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي كاداء، وان انا واحد كمشجع، واحد يقول لي انا مشجع، ايه علاقتي بالمنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي؟ هنتكلم في كل الكلام ده في حلقه النهارده باستفاضه كده ونمشي واحده واحده. تعالوا نشوف المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي اللي انا بقصدها، مين اللي متوليها؟ طبعا في السيد جمال جبر رئيس المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي او رئيس المركز الاعلامي، وده اللي بيشار اليه في كل بوستات الفيسبوك والسوشيال ميديا بجيم جيم. تلاقي الناس كاتبين جيم جيم، صدر التوجيهات جيم جيم للناس بكذا، لجنه جيم جيم قالت للناس تقول كذا، دفعوا عن الاداره بالشكل الفلاني. هو ده السيد جمال جبر جيم جيم. احنا في البرنامج بتاعنا واضحين قوي وبنتكلم دغري قوي. فهو الاستاذ جمال جبر. طيب الواحد او الشخص الثاني اللي عايزين نتكلم عنه الاستاذ ابراهيم المنيسي رئيس تحرير مجله النادي الاهلي. الكلام ده بقاله دلوقتي حوالي 25 سنه. السيد ابراهيم المنيسي رئيس تحرير مجله النادي الاهلي من سنه 2001، يعني 25 سنه بالظبط. ده اطول مده لرئيس مجلس اداره او لرئيس تحرير مجله الاهلي على مدار التاريخ. السيد ابراهيم المنيسي والمهندس عادل القيني مهندس الصفقات سابقا وعضو فريق برنامج ملك وكتابه دلوقتي، والاستاذ محمد فارس والاستاذ احمد اسامه اعضاء فريق او برنامج في ظهر الاهلي اللي بيقدموه الفتره الاخيره. مبدئيا يا جماعه انا عايز اقول انه المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي بقى لها فتره صابها ما صاب الاداره. تصريحات غير متزنه، والناس ما بحسش ان هم بيدافعوا عن النادي الاهلي بالقدر اللي يجب. ما بحسش ان ادائهم الاعلامي متسق بمبادئ وتقاليد النادي الاهلي كما كان في السابق. ما بحسش ان في شفافيه اصلا في الاداء الاعلامي للنادي الاهلي. انا ليه بقول كده؟ امبارح يا جماعه او من كام يوم شفت تصريح للاستاذ ابراهيم المنيسي رئيس تحرير مجله الاهلي اللي بكلم حضراتكم عنه وعضو برنامج ملك وكتابه، بيقول انه اول مره يحس ان الاهلي فيه مشكله في اوضه اللبس. طب ايه المشكله ان ابراهيم المنيسي يقول كده؟ ما هو بيقول سبب من اسباب الضياع او الانهيار الفني للنادي الاهلي. المشكله باختصار انه الاستاذ ابراهيم المنيسي بنقول له ونكن له كل الاحترام والتقدير، الراجل ده في برنامج ملك وكتابه بيطلع يقول انه مفيش مشاكل في اوضه اللبس، وان الاهلي عظيم جدا ومفيش عنده مشاكل، وان اللي بيحصل ده تضخيم اعلامي. طب انا اصدق ابراهيم المنيسي بتاع ملك وكتابه ولا ابراهيم المنيسي بتاع ابراهيم فايق؟ اصدق ابراهيم المنيسي المذيع ولا الضيف؟ طب ما ده تضارب يخلي لاعيبه الاهلي نفسهم اللي بيشوفوا الكلام ده مش مبسوطين. انت ازاي بتدافع عني ببرنامج ملك وكتابه وانت ابراهيم المنيسي هواك بنفسك بشحمك ولحمك اللي بتقول ان عندي مشكله في اوضه اللبس من اللعيبه؟ ده ابراهيم المنيسي. اقل الناس اللي عندهم تضادات او تصريحات متضاده هنلاقيه هو المهندس عادل القيعي. عشان كده مش هتناول قوي. المهندس عادل القيعي وهو ضيف مع ابراهيم فايق او غيره بيبقى هو تقريبا المهندس عادل القيعي في برنامج ملك وكتابه، فده انا مش هتناوله قوي. بس عايز اقول حاجه، مهندس عادل القيعي ده مهندس الصفقات، واحد من الناس اللي علمتنا اعلام لانه راجل متزن جدا ومقالاته واداؤه الاعلامي رصين جدا. بس محتاج اقول انه هو محتاج يعلم ناس ويبدا يختفي من المشهد شويه. انا عارف ان انا بقول كلام كبير ممكن الناس تزعل منه، بس هي دي الحقيقه. السيد عادل القيعي راجل قامه كبيره جدا احنا اتعلمنا منه، لكن انا عايزه يعلم بقى، يبدا يعلم اجيال ويبدا يختفي من الصوره تدريجيا، لانه هي دي سنه الحياه، اجيال بتسلم بعض زي ما بيقولوا. بس خلينا بقى في الجيل بتاعي انا بقى، وده اللي انا جاي له النهارده اتكلم عنه في الحلقه، محمد فارس واحمد اسامه. تعالوا بقى يا جماعه نروح للجيل بتاعنا بقى. يعني انا اتكلمت في عجاله كده عن الاستاذ ابراهيم المنيسي والمهندس عادل القيعي، دول اجيال اكبر مننا وزي ما بقول احنا بنتعلم منهم، حتى لو انتقدناهم الناس دي علمونا اعلام.
لكن الجيل بتاعنا احمد اسامه ومحمد فارس. يعني ايه يا جماعه محمد فارس اقرا له تصريح قريب بيقول لك احنا هنكمل مع المدرب ده، بس انا بكلم اللعيبه بقى ده دوركم، وده المفروض بقى يا جماعه في الدوري اللي جاي وتعملوا دوري لنفسكم لان تورب هيمشي وانتوا اللي هتلعبوا دوري الابطال اللي جاي، فلازم تبقوا حريصين انكم تاخدوا الدوري السنه دي او على الاقل تنافسوا لاخر رمق. يعني هو الكلام ده كلام اعلامي بيقول ان المدرب بره الحسبه واللعيبه هي اللي بتعمل كل حاجه. طب ما ده ما ينفعش، ما ينفعش ان ده يبقى خطاب اعلامي. خاصه محمد فارس انا بشوفه اقوى وافضل تحليليا في تصريحاته حتى من احمد اسامه. فارس بشوفه اقوى من اسامه. تعال بقى نروح لاسامه، ده يعني موال وموال. اسامه في اول السنه اللي احنا فيها دي يا جماعه كان في حوار مع الاستاذ ابراهيم فايق، ولقيته بيقول له نادي الزمالك السنه دي علشان يكون بيتكلم صح لازم يكون شايف ان هو بينافس على المركز الثالث بس في الدوري، اما المركز الاول والثاني فدي منافسه ما بين الاهلي وبيراميدز. نعم يا حبيبي، نعم يا حبيبي، نعم، نعم يا استاذ احمد اسامه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني اللي انت بتقوله ده اصنفه على ايه؟ اصنفه على انك انت يعني بتلمز المنافس بتاعك اللي هو الزمالك وتعلي المنافس الثاني بقى اللي هو اخطر من الزمالك بيراميدز، بتعمل اسم البيراميدز حضرتك اللي هو المنافس الاخطر من الزمالك، واتكلمنا قبل كده ليه بيراميدز اخطر من الزمالك. بتعلي معنويات لاعيبه الزمالك ومدربهم، بتحفزهم ان هم يبقوا النهارده محتلين قمه الدوري زي ما هم محتلين كده. تصريحات يا جماعه حتى ما كناش بنشوفها. انت كاهلاوي بتبقى عارف انه اللي قاعد في منبر اعلامي اهلاوي بيحترم الزمالك فروم داي 1، يعني الخطوه الاولى بتاعته كده هو بيحترم الزمالك. ليه؟ لانه المدرسه بتاع الاهلي بتقول كده، انت بتحترم الخصم بتاعك واهم خصومك واهم منافسيك هم نادي الزمالك، فانت تلاقي طول الوقت مدرسه اعلام الاهلي بتطلع تحترم الزمالك عمرها ما بتنتقص منه، عكس مدرسه الزمالك، ودي انا ماليش علاقه بيها، انا بتناول هنا الاداء الاعلامي للاهلي. يعني ايه احمد اسامه يطلع يقول ان بيراميدز هو اللي بينافس الاهلي الزمالك مش موجود؟ لا، تاريخيا الزمالك هيفضل موجود، تاريخيا الزمالك هو المنافس الاقوى للاهلي. بيراميدز طلع كبر نزل هيفضل في نظري ظاهره، مش هيفضل الفريق اللي يحل محل الزمالك، ما حدش هيحل محل الزمالك، الزمالك هو الزمالك. فالاداء الاعلامي للنادي الاهلي الفتره الاخيره يا جماعه، تصريحات الناس اللي موجوده في الهيكل او الكادر الاعلامي للنادي الاهلي تصريحات مش منضبطه. كابتن اسامه حسني طلع بعد كبوه من كبوات النادي الاهلي وتعثر من تعثرات اللي حصلت في الدوري، قال يا جماعه انا بخاطب اللعيبه دلوقتي بقول لهم يا ريت تلعبوا حتى على المركز الثاني علشان ما نروحش الكونفدراليه. من امتى؟ من امتى يا كابتن اسامه حسني اي اعلامي اهلاوي بيخاطب لعيبه الاهلي غير بالمركز الاول؟ هتقولي طب ما انت بتقول ازاي فارس بيخاطب اللعيبه بيقول لهم خدوا المركز الاول من غير مدرب؟ هقول لكم ما هي ده خطا ودي خطيئه، دي خطيئه وده خطا. لا ينفع اكلم اللعيبه من غير المدرب، ولا ينفع اقول ان اللعيبه هتعمل حاجه من غير مدرب، ولا ينفع اطلع اكلم اللعيبه اقول لهم انتوا العبوا بس على المركز الثاني، خلاص طالما المركز الاولاني هرب العبوا بس على المركز الثاني عشان ما يضيعش مننا الموسم، ما هو اوريدي هيبقى ضاع. المركز الثاني زي المركز الاخير، دي مقوله ثابته كان بيقولها كابتن صالح سليم رحمه الله عليه. الاهلي ما بيلعبش غير على المركز الاول، لو ما خدش المركز الاول فالمركز الثاني بالنسبه له زي المركز الاخير. فاداء المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي والكوادر اللي بتشتغل في المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي الفتره الاخيره اداء سيء جدا، اداء مفيش فيه اي مهنيه او مصداقيه احنا اتعودنا عليها. خلينا نبقى في ظهر النادي، في ظهر اللعيبه، وفي ظهر حتى المدرب لو كمل لانه مكمل غصب عننا، لكن خلينا يا جماعه نتكلم مع الناس بحقيقه وما نقعدش نقول الكلام الصغير بتاع الزمالك مش هينافسني السنه دي. طب هو الزمالك حاليا في المركز الاول وانت اللي في المركز الثاني، الدوري ما خلصش على كده، بس اهو حضرتك كنت بتقول في اول الموسم الزمالك ملوش غير اي حاجه في الدوري وما ينافسش وما يفكرش في المنافسه اصلا كاحمد اسامه او كغيره. الاستاذ ابراهيم المنيسي يطلع يقول كلام مع ابراهيم فايق وكلام عكسه في ملك وكتابه البرنامج بتاعه، قناه اليوتيوب بتاعته تطلع تقول اخبار يمكن ما يكونش لسه سمح ليه ان هو يقولها. محتاجين يا كابتن خطيب زي ما سلمت ملف الكوره بالكامل لناس تانية غيرك تبص على المنظومه الاعلاميه مره اخرى وتعاد صياغه المنظومه الاعلاميه للاهلي. عايز اقول حاجه هنا اخيره قبل ما اقفل، من ضمن اعاده صياغه المنظومه الاعلاميه للاهلي ان احنا نبص على نجومنا اللي في بيننا وبينهم مشاكل بوضوح كده. كابتن مجدي عبد الغني، كابتن طاهر ابو زيد، غيره. انا قلت ان انا ما احبش اشوفهم في اداره الاهلي في حلقات سابقه، لكن احب اقول ان دول ابناء النادي الاهلي المخلصين الى النهايه اللي لبسوا فانيله النادي الاهلي من اول يوم في عمرهم لاخر يوم لعبوا فيه كوره.
دول لازم المنظومه الاعلاميه تبدا تحتويهم مره اخرى، ونستضيفهم ونرجعهم قناه الاهلي ونتكلم معاهم ونشوف ارائهم ويحصل الكلام ده كله. المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي تحتاج الى اعاده ترتيب من الداخل، شانها شان فريق كوره، شان كل الملفات اللي في النادي الاهلي في الفتره الحاليه محتاجه اعاده صياغه من اول وجديد. شكرا، وكان معكم محمود عطيه، سعدت بيكم والى اللقاء في حلقه قادمه من إن جول باذن الله.